ايوه. اتفضل حضرتك الاوردر. شكرا. ايه ده؟ ماما. ماما ايه يا بنت انت؟ ماما ايه اللي هتجيبها هنا؟ استنى انا لحد ما اجيب لك الحساب. بس انا متاكده انها ماما. احمد البنت عرفتني. ما تقلقيش يا شيماء، انا دريت الموضوع. يلا ادخلي انتوا جوه لحد ما اجيب لها الحساب. ماشي. امسكي يا بنت الحساب. بجد هتبعت لي الشغاله النهارده؟ طب برافو عليك، انا كنت محتاجها ضروري. ماشي سلام. ايه يا بنت انت واقفه ليه؟ ما تمشي، مش خدت الحساب؟ طب خلاص. طب يلا. بس انا متاكده ان اللي جوه دي ماما. بس لو اعرف اخش عنده. ايوه هو كان عايز شغاله، بس انا كده عرفت ازاي اخش عنده. تعالى يا احمد. في مفاجاه ليك حلوه قوي يا شيماء. اسكت، انا قلقانه ومتوتره قوي من ساعه ما البت دي شافتني. لا يا شيماء ما تقلقيش، انا دريت كل حاجه. لا دي عروبه وعارفه، دي قالت لي يا ماما. ما لو عرفتك يا شيماء كان صممت انها تدخل. دماغي في ايه؟ بتجيب والله يا احمد من ساعتها. انا عامل لك مفاجاه حلوه قوي، وفي شغاله جايه النهارده. والله يعني مش هتعملي اي حاجه. بجد يا حبيبي تسلم لي يا رب، ما تحرمش منك ابدا. على ايه بس يا شيماء؟ انا بقى هعرف اخش عندكم، انا الشغاله الجديده. ازيك يا بيه؟ انت الشغاله الجديده؟ طب اتفضلي ادخلي. ايه يا احمد الشغاله دي عيله، دي صغيره قوي. عيله يا شيماء، هو احنا كنا لاقيين؟ قومي بس وراها الدنيا جوه، وراها المطبخ كده. اسمك ايه يا حبيبتي؟ اسمي فرحه يا هانم. طب تعالي وتكوني ايدك طويله. لا عشان انا بسيب حاجتي وبخاف على حاجتي قوي. عيب عليك يا هانم. اسمعي يا بنتي، انتي عايزه اقول لك حاجه. ايه؟ ماشي. بصي، اي حاجه تسمعيها تشوفيها، اي حاجه تحصل في البيت هنا مالكيش دعوه بيها خالص، ولا تطلع بره، ولا تقعدي ترطرطي فيها وتسالي وتتكلمي. انتي هنا شغلك بس البيت، فاهمه ولا لا؟ فاهمه يا هانم. يلا وريني شطارتك بقى كده، اقلقي ولا شوفي هتعملي ايه. عايزه المطبخ ده بيبرق فله، والمساحيق كلها عندك تحت هنا. شيماء بس ليه يا شيماء تروق وتعمل كل حاجه؟ انت واقفه جنبها ليه؟ لا انا كنت بقول لها بس. طب تعالى عايزك. ايه ده؟ هي ماما قاعده مع الراجل الغريب ده هنا ازاي؟ ودخلوا يعملوا ايه؟ يعني لازم اشوف الموضوع ده. بقول لك ايه يا احمد، انا مش مطمنه للشغاله الجديده دي. شيماء هو احنا لسه شفنا منها حاجه؟ عيله صغيره، اقول لها روحي وتعالي وهد حيلها في البيت ازاي يعني شويه؟ مفيش حاجه يا شيماء ما تقلقيش. مش مطمنه. طب روح شوفها هي بتعمل ايه. اه يا لهوي، انتي بتصنعتي علينا؟ لا ده انا بس كنت جايه اشوفكم هتاكلوا ايه. طب روحوا المطبخ وما تطلعوش منه غير لما نقول لك. حاضر يا بيه. لا البت دي ملهاش امان، مش انا قلت لك؟ شيماء ده جاي شوفنا هناكل ايه. لا انا هتصرف واروح اشوف هي هتعمل. روح يا شيماء. انت يا بت انت واقفه تصنعتي علينا؟ لا يا هانم، ده انا كنت جايه بس اشوفكم هتاكلوا ايه. وانت بقى ان شاء الله عملتي ايه ان شاء الله؟ ما انا عملت المطبخ اهو. لا انا مش مستريحه لك، انت مش هتنفعي معايا. تعالي، مش هتنفعي معايا خالص. وانا عملت ايه بس يا هانم؟ يا هانم والنبي يا هانم ما تقطعي عيش. ما هو بصي انا مش عايزاكي، انا مش عارفه اشتغل معاكي ولا تشتغلي معايا، مش هتنفعي يعني في البيت خالص. يا هانم مش اللي جوه ده جوزك؟ جوزي؟ وانت مالك بجوزي ولا مش جوزي؟ انت مالك يا بنتي بتدخلي في حياتي ليه؟ انت اصلا ما تنفعيش معايا هنا خالص. بقول لك ايه، يلا اطلعي يا ماما نروح نشتغل عند حد تاني، واحنا هنجيب واحده اكبر منك، مش ناقصه عيال بقى. يا انا هانم دماغي اصلا فيها اللي مكفيها. لا يا ماما انا مش هسيبك كده ومش هسكت، انا هروح اقول لخالي. يا خالو. خالي وانت تعرفيني؟ ايوه يا خالو انا هيلين. هيلين؟ انت عامله في نفسك كده ليه؟ مش مهم. بقول لك يا خالو، انا دلوقتي شفت ماما في شقه واحد غريب. اتجننت ولا ايه الكلام انت بتقولي ده؟ والله العظيم ده اللي انا شفته، لو مش مصدقني تعالى اوريك. يلا.
انا عايز اعرف بقى يا شيماء انت مشيتيها ليه؟ اصلا مش هيجي منها الا المشاكل والمصايب البت دي. يا شيماء ده كنت هتريح. مش مستريحه لها، انت مش شفت وقفت اتصنت علينا ازاي؟ ما انت شفت بنفسك. اي هي هنا هنا؟ اهو. يا هيلين احنا مش عايزين نروح عند بيوت الناس ونخبط عليهم وخلاص ونقلقهم. والله انا متاكده، ثانيه بس هوريك. هتعملي ايه؟ ده انا كنت عايز اريحك، كان عامل عليك. تريحني بالشغاله دي، شوف لي حد تاني. اصبري يا شيماء الباب بيخبط. اصبر انا اللي هفتح، اقعد. افتحي يا شيماء. اكيد هي اللي رجعت البت دي تاني. انا عارفه، مش انا قلت مش هيجي من وراك الا المصايب؟ والله؟ عماد. ايوه عماد. انت عرفت منين انا هنا يا عماد؟ انا اللي قلت له يا ماما. هيلين بنتي. عماد خد رايحه فين؟ خد يا شيماء. انت يا استاذ انت خد هنا. استنى عنك ايه هنا. يا عماد؟ انت ليه عملتي ده؟ بقول لك ايه، ده جوزي. جوزك؟ اه جوزها. انت مين؟ انا يبقى اخوها ودي تبقى بنتها. انا اخوها؟ اتجوزت على فكره. جوز من غير ما تعرفيني ولا حتى تقولي لبنتك؟ يا هانم بنتك شكت فيك. انت اتجوزت يا ماما من غير ما تعرفيني؟ مش عيب ولا حرام يا حبيبتي، بس الغلط اللي هي تتجوز من غير ما تعرف اهلها. اسمع يا استاذ، انا متجوز اختك على سنه الله ورسوله. وهي حكى لي على كل حاجه عن جوزها المتوفي وعن بنتها. بص يا بنت، لو عايزه تعيشي معانا انا موافق. لا مش عايزه اعيش معاكم. استني. خد.